السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفة اليوم هي لي زاموندين في السنيوة. هاد الحلوة بزاف سهلة، ما تشدش كامل اليد، يعني تخدموها ليه تجي بنينة وتقطع لكم كمية مليحة. نروح نشوفوا مقادير هاد الوصفة وطريقة تحضيرها. هنايا حنحضر الطبقة الأولى اللي نحتاج فيها 125 غرام مارغرين. أنا جبت هاد الباطا تاع 250 غرام مارغرين فلوريال تاع سيفيتال، راح ندي منها النص. هنا ما تسحقوش كامل الميزان، كي تحلوها راكم حتلقاو مكتوبة 50 غرام 100 150، نتوما تدو العبر اللي تحبوه. ديت 125 غرام تاع مارغرين ونسيي كيفاش نقطعها هكا صغيرة. ومن بعد زدت زوج مغارف كبار تاع الزيت ونص كاس سكر غلاس، والناس اللي يحبوا الحلاوه يديروا كاس غير ربع. نزيد حبه تاع البيض مع قرصه ملح. دائما الحلوه كي نديروا فيها الزيت لازم نديروا قرصه الملح. وعندي هنايا مغرفه صغيره تكون معمره مليح تاع لافاني، تحبوا ديروا بودره ولا سائله. نخلط هاد المقادير كامل كيف كيف. هنا تحبوا تخدموا بالفوي ولا بالباتور، انا قلت مادام عجينه غير صغيره ما كان له نخدمها بالباتور، غير هكا بالفوي برك. بقيت نحرك ومن بعد بديت نزيد في الفارينه. جبت هاد الكاس اللي الحجم نتاعو 220 مليلتر، حطيت مع الاول زوج كيسان، ودائما الكاس يكون ممسوح ماشي بومبي. وهنا وجدت الكاس الثالث وحطيت مغرفه صغيره خميره كيميائيه. نبدا نطم في العجينه ونزيد الفارينه غير بشويه حتى تولي عندي عجينه اللي تكون طريه. ما لازمش العجينه تاعكم تجي يابسه باش الكاطو ما يجيكمش يابس. هنا بقيت نزيد في الفارينه. الكاس الثالث ديت منه واحد نص كاس، معناتها المقدار تاع الفارينه اللي دات لي كامل هاد العجينه هي زوج كيسان ونص. جبت هنايا هاد السنيوه اللي الطول تاعها 30 سنتيمتر والعرض 24 سنتيمتر، درت فيها ورق الطهي ومن بعد عاودت نحيته من السنيوه وحطيت العجينه حليتها بيدي غير شويه، ومن بعد درت عليها صاشي وبقيت نحل بالحلال. هنا لازم ديروا صاشي باش ما تلصق لكمش العجينه في الحلال. ونسيي كيفاش نحل هاد العجينه قد هاد ورق الطهي، معناتها قد السنيوه. ومن بعد نرفد العجينه بيها بالورق الطهي ونعاود نحطها في السنيوه ونسقمها. هنا وصلوها حتى الطرف مليح مليح. هنا بعد ما سقمتها جبت فرشيطه ونسيي كيفاش نتقبها كامل باش من بعد كي طيب ما تجينيش منفخه. نحطها دوكا بجهه ورحت حضرت الطبقه الثانيه اللي فيها 125 غرام مارغرين، معناتها مقبيله خدمت بالنص ودوكا راح نكمل النص اللي بقى. نسيي كيفاش نقطعها تانيك صغيره. وزدت كاس غير ربع سكر غلاس. نضرب مليح هاد المارغرين مع السكر بهذا الشكل. ومن بعد زدت عليهم 3 حبات تاع البيض مع مغرفه كبيره تكون معمره مليح مبشور الليمون ومغرفه صغيره لافاني. نضربهم بالباتور مليح. هنا لازم تخدموا بالباتور باش تجيكم هاد الطبقه خفيفه، واذا زعما ما عندكمش باتور لازم تضربوا مليح بالفوي. جبت هنا كاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته رقيق، لازم الكاوكاو يكون مرحي رقيق ماشي خشن. حطيت هنايا الكاس الاول ونضرب، ومن بعد زدت الكاس الثاني. انا درت زوج كيسان كاوكاو باسكو البيض اللي خدمت به جاي كبير بزاف. مين نتوما ما تحطوش الكاس الثاني ضربه واحده، حطوه غير بشويه وشوفوا. انا اختارت تدي معايا حتى الكاس ونص. هنا زدت مغرفه كبيره تاع نواه كوكو اللي هو جوز الهند، ونص مغرفه صغيره خميره كيميائيه. نضربهم مليح مليح حتى يولي عندي هاد القوام. شوفوا كيفاش
تجي هاد الطبقة تحسوها هكا شويه خفيفه، ما تجيش ثقيله. الا لقيتوها ثقيله تزيدوا لها حبه تاع البيض. على هذه قلت لكم ديروا الكاوكاو غير بشويه. هنايا جبت مربى المشماش ماتينا تاع سيفيتال. راح نسيي كيفاش ندير هكا طبقه فوق العجينه. انا حندير طبقه غير رقيقه باسكو انا ما نحبش بزاف الحلاوه. شفتوني دائما في لي فيديو نقول لكم انا نحب الكاطو اللي يكون ناقص حلاوه. مي نتوما الا تحبوا الحلاوه سيو كيفاش ديروا الطبقه شويه تكون مليحه يعني تاع المعجون ماشي رقيقه كاع هكا. نمشي هاد المعجون على العجينه كامل. ومن بعد هذاك الخليط اللي كنا خدمناه مقبيله راح نفرغو في اون بوش، ولا تحبوا تخدموا بمغرفه. هي كي ديروه في لابوش تجيكم الخدمه سهله خير، باش هذاك المعجون ما يبداش يتلاصق معاه. نسيي كيفاش نحطو. نشوفوا كي راني نخدم بلابوش الخدمه جاتني سهله. هنايا نفرغ هاد الكميه كامل، ما تخلو والو يعني فرغوها كيما راهي. ومن بعد نسيي كيفاش نسقمها بمغرفه. هنا برك حاجه حبيت نقولها لكم، على بالي دوك يجوني التعليقات يقولوا لي كيفاش قلتي لنا الوصفه واسمها لي زاموندين وخدمتي بالكاوكاو. هي الوصفه الاصليه تكون باللوز، سموها لي زاموندين على جال لي زاموند. مي حنا باش الوصفه تكون اقتصاديه عوضنا هذاك اللوز بالكاوكاو. وهنا من الفوق درت شويه لوز، جبت لوز ايفيلي هكا غير شويه برك ونرشوه من الفوق. الناس اللي يحبوا يديروا الوصفه كامل باللوز يديروها راح تجيهم هايله، واللي ما عندوش يدير بالكاوكاو وتانيك راح تجيه بنينه. حطيت هكا شويه تاع لوز ايفيلي من الفوق، وفي هذا الوقت راني مشعله الفرن على درجه حراره 160 درجه. نطيب هاد الحلوه من تحت. وبعد كي نشوف هادوك الحواف بداو يصفاروا نشعلها من الفوق، نعطيها تحميره شابه ونطفي عليها. هنا الحلوه تاعي بعد ما طابت وهي سخونه راح نحط المعجون من الفوق. انا حطيت هكا كميه غير صغيره، بديت نمشي بالبانسو وين نلقاها مخصوصه معجون نزيد نحط. ليسونسيال هنا لازم هاد اللوز كامل يتغلف بالمعجون. انا رايحه نمشي هاد المعجون كامل ونقطع الحلوه ونزينها ونوريها لكم في طبق التقديم. الحلوه تاعي راهي واجده هنا بعد ما قطعتها وقربت لكم هكا باش تشوفوها كيفاش طابت كيفاش جات. شوفوا كيفاش طيبتها من تحت، لازم تجي هكا محمره ومن الفوق تانيك. ونقسمها معاكم شوفوا كيفاش جات طريه، يعني مع توشيتها تقسمت وشاده روحها. والريحه تاع هذاك مبشور الليمون مع لافاني والكاوكاو راهي دايره حاله. انا نحب بزاف هاد النوع تاع الوصفات الساهلين والبنان هكا، يعني باش ما يشدوليش الوقت بزاف، وباش كي نجي نشرب قهوه نشربها مع كاطو لي بنين. وصلنا دوكا لنهايه الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. مع السلامه.